بقت تظهر لنا حاجات غريبة أوي الأيام دي يا جماعة، وهي البنات الأوفر اللي هما بيحسوك إنهم مولودين في لندن، وبابي إنجلتراوي ومامي بلغارية، وهي أصلا مواليد قرية نتنتنا، مركز عفانتنا، محافظة انضافوا بقى، ويجي يتنططوا حاجة تفقع. اللي هي اللي هي أول ما تصحى من النوم أمها تقول لها جهزي الفطار بقى يا بت، تقول لك يوه ابتدينا بقى فطار وتعب. وهي اصلا دي الوجبه الوحيده اللي بتاكلها في اليوم، وبتبقى عباره عن زيتونتين وعيش بلاف ميه، يعني لو ما كلتهاش هتموت من الجوع. ولو مخطوبه بقى ولا حاجه، يعني ربنا حب يبتلي اللي خطبها ده، فبعت له البنات، بنت من البنات الاوفر دي، واساسا بيقعد بيخطبها 3 ايام، وبعد كده بتنتهي بجريمه قتل الخطوبه دي. تبقى طبعا بيبقى بسبب انفجار في الخصيتين البت ثبتها له، فلازم يحصل كده. لو مخطوبة بقى وخطيبها ده بقى ايه، جه يكلمها بيقول لها اجهزي عشان عازمك في محل كشري بالليل هيعجبك. تقول له ياي كشري ايه العك ده، ايه القرف ده. وهي اصلا مقضيها من على عربية الكبدة اللي على نص شارعهم، كبدة الكلاب بتاعت حمادة هوهو، ومسمينها صباح تلوث، ومعاها صاحباتها مسمينهم السرسجية في المنطقة. وبتيجي يا نهار بنات ليه كده.